في أماكن لما تدخلها بتحس إن الزمن وقف، الصوت بيبقى مختلف، والهوا اللي بيعدي جنبك كأنه شايل حكايات. فأهلا بيك. من الأقصر حديد. لا، من الأقصر بنحييك. ايه ده؟ فأهلا بيك. من الأقصر بنحليك. لا، بنحييك. بنحييك. تحية بنحيي. تمام. فأهلا بيك. من الأقصر بنحييك. وصلت الأقصر عشان أكتشف سر أعظم المعابد في مصر القديمة، واللي حصل خلاني غير نظرتي للحضارة دي تماما. النهاردة أنا هدخل معبد الكرنك، أكبر المعابد الموجودة في مصر والعالم، واللي موجود شرق النيل، ودي المنطقة اللي عاش فيها المصريين القدماء من آلاف السنين. أما الناحية الغربية من المدينة فهي مدينة الموتى، مدينة المقابر ووادي الملوك والملكات، واللي هنزورها في المرحلة الجاية. فما تنساش تعمل سبسكرايب. هندخل المعابد بالنهار مع ضوء الشمس، وبالليل عشان نحس برهبة المكان، رغم ان كان زمان محظور دخول المعابد بالليل الا على الكهنة. التحيات لكم يا من حججتم للصعيد وتطلعتم إلى الأمجاد في الوادي السعيد، فاستشعروا الرهبة في الواجهة، فذاك مثوى سيد الآلهة. إنه إله الكون منذ اليوم الأول، آمون. وحينما يتردد اسم آمون تنحني هامات الكهنة ويخر سائر الناس ساجدين. أنا أبو الآباء وأم الأمهات، أنا الذي بدأت الكلمة وسط الصمت المطبق، أنا الذي علمت الناس جميعا كيف يضربون في الأرض، أنا الذي فتحت عيون الناس على الحياة. احنا دلوقتي في طريقنا داخل معبد الكرنك جواه بالليل. معانا أستاذ آيات، محدش شايفها طبعا عشان هي متنكرة جدا. واضح طبعا. طب تعالي بس اجري وراهم عشان ما يتوش مننا. واحد من أقدم المعابد في مصر القديمة اللي كان بيتم فيها عبادة آمون، وبعد كده كان كل ما يجي ملك من الملوك يحط التاتش بتاعه. كنت فاكر اني جاي اصور، لكن من اول خطوة فهمت انا مش بس في معبد، انا في بوابة زمن. معبد الكرنك كان مخصص للإله آمون، الإله الرسمي ومركز الديانة في الإمبراطورية المصرية، وكلمة آمون معناها الخفي الذي لا يرى. معبد الكرنك المعبد الأكبر في مصر القديمة وتقريبا في العالم كله. التاريخ المصري القديم قسمه مؤرخ اسمه مانيتون ل 30 أسرة، والأسرة هي مجموعة من الملوك لهم صلة دم واحدة. وفترة الازدهار والإمبراطورية كانت بداية من الأسرة ال18 اللي بدأت بالملك أحمس، ودي الفترة اللي سيطرت فيها مصر على العالم كله، وكانت حدودها من منابع النيل للأناضول. تخيل ان المدينة الصغيرة دي في يوم من الايام حكمت العالم. ده مش كده وبس، المدينة الصغيرة دي حدودها وصلت من الاناضول لغاية منابع النيل. فاحنا لما بنيجي نتكلم عن الكرنك او بنتكلم عن طيبة او الاقصر النهاردة، احنا بنتكلم
عن مدينة عالمية، ما هيش حاجة قليلة. عشان كده طبيعي جدا ان انت تلاقي الزحمة دي كلها وكل الناس دي جاية علشان تتفرج على عظمة اجدادنا. كل تفصيلة في المعبد بتحكي حكاية. 134 عمود، وبيقولوا إن الأعمدة دي بتمثل الغابة البدائية واللي كانت موجودة قبل بداية الكون. شفت في المعبد كتير من المناظر اللي بتحكي انتصارات الملوك، وكمان كتير قوي من الكتابات الدينية. المعبد كان أشبه بالجريدة اللي الناس بتعرف منها الأخبار بتاعة الملك. ده مش معبد واحد، ده مجمع من المعابد على مدار 2000 سنة. أكتر من 30 فرعون ساهموا في بنائه، زي تحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني. مش مجرد حجارة، دي صفحات من كتاب عمره آلاف السنين. ده جعران حجري بيقولوا عليه جعران خبري، رمز لرب الشمس اللي بيتجدد كل يوم. لكن الغريب هنا مش التمثال، الغريب اللي بيحصل حواليه. من تأثير الحضارة بتاعتنا ان لغاية النهاردة هتلاقي في معبد الكرنك في تمثال خبر. الناس هنا بتيجي تلف حوالين التمثال ده او حوالين التميمة دي، على اعتبار ان هي لما هيقول امنية لما يلف حواليها شوية، معرفش بيلف 7 مرات 10 مرات، ويرمي هنا فلوس وبعدين يقول امنية، ان الامنية دي بتتحقق. بيقولوا ان هم لفوا هنا وهم كانوا مخطوبين ودلوقتي متجوزين. والله هناك اهو. والمعبد كان فيه بحيرة مقدسة لسه فيها مية لغاية النهاردة، وكان بيغتسل فيها الكهنة من آلاف السنين قبل دخولهم لقدس أقداس المعبد. المية ساكتة لكن بتحس كأنها بتخبي سر. لازم تعمل رحلة للأقصر وتيجي تتفرج على المعابد بتاعتنا تفهم الناس زمان جدودنا كانوا عايشين ازاي، وكان الفكر عندهم وحضارتهم ازاي قدروا يبنوها، وازاي كانت العظمة والأبهة في البناء كان بالجمال والروعة دي اللي النهاردة ناس من كل حتة في العالم بتيجي تتفرج عليها. صدقوني بجد لما هتيجي هنا مش هتحس إن هي مجرد أحجار، دي ناس عاشوا صمموا نقشوا وماتوا ولسه صدى خطواتهم هنا. طول الطريق أسئلة مش بتخلص، والإجابات مش دايما واضحة وصحيحة. تعرف ايه عن قدس الأقداس يا أستاذ وليد؟ طب تعمل معايا انترفيو؟ اه مقرب المايك. ده يا سيدي استغفر الله العظيم يا رب، زمان كان اكتر مكان بيبقى فيه اللي هو الصلوات، وان امون بيجي في الحته دي أمون ده اللي هو ويحطوا ده الاله. ماشي. اللي كانوا بيقولوا عليه الاله كان بيجي هنا. مش بيجي هنا. قدس الاقداس دي حته كده صغيره هتشوفوها دلوقتي مع قمري، هيوريها لكم، هيشرح لكم ان هم كانوا بيحطوا القرابين قبلها بشويه، وعلى اساس ان الاله بينزل يشوف القرابين دي حلوه ولا لا، وبناء على قربانك هو بيديك الامنيه اللي انت عايزها، او على قد هيحبك او مش القربان. هيحبك. ايوه، يعني هيحقق لك امنيتك ولا لا، اذا كان بقى اللي عامل قربان فرخه غير اللي عامل قربان خروف. فطول ما انت ماشي بقى في المعبد عمال تلاقي بوابات تطلع وتدخل منها، وعمال تلاقي مناظر كده ومعابد في قدس اقداس. في حاجات انا كان في قدس اقداس كنت عايز اتصور معاه مش لاقيه. أنا لسه مكمل رحلتي بين الحواري والشوارع والمعابد والأقاليم المصرية. خليك دايما مشارك معايا في الرحلة وما تحسسنيش إني لوحدي. مستني أقرأ تعليقاتكم واقتراحاتكم لأماكن جديدة.